تسجيل صوتي يكشف عن تنسيق أمني عالي بين الدروز والطيران الإسرائيلي أثناء قصف درعا والقنيطرة. يا شباب، خلوا جماعتنا اللي بالمقواس يطلعوا على مصاد او يطلعوا على السويدة، لانه بدها تطلع الطيارة هلا بدها تضرب وين؟ بدها تضرب بالمقوس، بدها تطلع الطيارة تضرب بالمقوس، مشان تديروا بالكم. اللي جماعتنا اللي من السويدة يطلعوا على مصاد او يطلعوا على قنوات او يطلعوا على السويدة، بدها تطلع الطيارة تضرب. وأكثر من 30 آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي منوعة ما بين جرافات ودبابات وسيارات تواصل توغلها في ريف القنيطرة الجنوبي وتصل إلى سرية الجاموس. وجبلة هجوم غادر يستهدف مشفى النور والأنباء عن وجود إصابة. وبعد انسحاب الجيش السوري من حوش السيد علي على الحدود السورية اللبنانية، يدخل الآن الجيش اللبناني ويستقبله أهالي البلدة السورية والتي احتلها حزب الله منذ سنوات. وغضب كبير في الشارع بسبب استمرار أعمال التصفية خارج نطاق الدولة. زرماية هيك دولة. ايش هالدولة اللي الولد اللي عمره 10 سنين فيها شايل سلاح؟ امبارحة جريمتين قتل بحلب بنفس الطريقة. النعساني قلته شبيح، طب في واحد اسمه محمود فلاحة كمان شبيح؟ ايش هالدولة الزبالة؟ قال هلا بيجي واحد بقول ما صار لهم 4 شهور، يا 4 شهور ما بتحسن تضبط الامن، ايش شغلتك انت لك؟ شاطر بس تروح لي على الساحل وتروح لي ما بعرف لوين ولوين؟ أمن الشعب بالأول. ومشان يوصلك كل جديد عن سوريا لا تنسى تتابعنا، وبالتوفيق.